البدايه ديال الشوط الثاني ديال البطوله فهو تصاب، داكشي علاش ما بداش معنا. صاب لمده طويله، يلاه رجع للتدريب. ما عندوش الايقاع، داكشي علاش ما تلعبوش، لان لاعبين الاخرين فهم خداو. شفتوا مباريات سابقه لعبنا 6 مباريات متابعه، ما كناش تنغيروا سبحان، لان ما كانش عندنا بديل، لان كون كان اجاكو بديل كان ممكن ندخلوه. الان هو بدا يتعافى، الدخول ديالو عطانا اشاره. نتمنى ان شاء الله انه يكون جاهز للمباريات المقبله ان شاء الله، لا هو ولا جميع اللاعبين الاخرين. كوتش، شفنا اليوم الكشح بجوج وجا ديال البروميير ميطون وجا الدوزيام ميطون اللي كان احسن بزاف. قلتي بانك عجبتي اللاعبين في الشوط الثاني، شنو اللي ما كانش عندك فاش في البروميير ميطون وعطيتي لهم في الدوزيام ميطون باش تقدروا انهم يخلصوا الفرص كاملين ويكونوا احسن من الراجل في الدوزيام ميطون؟ حنا كان عندنا التصميم ديال المباراه، كنا الهدف ديالنا من الشوط الاول هو ان ما نتلقاوش هدف، لان الشوط الثاني كنا عارفين غنديروا تغييرات، خاصه ان كنا عارفين ان فين ممكن نخلقوا لهم متاعب، ولكن الهدف اللي تسجلنا خاصه الطريقه اللي تسجلنا بها فهي اثرت على نفسيه اللاعبين. غير مقبول تسجل لنا هدف بهذيك الطريقه. ثم اننا حفزنا اللاعبين بين الشوطين، عطيناهم تعليمات، بدينا مزيان، جاتنا ضربه جزاء ضيعناها كانت ممكن تقلب المباراه. التغييرات اللي قمنا بها عطاتنا بعض الاضافه في بعض المراكز، ولكن على العموم الشوط الثاني تنظن بان الاداء ما يخليني الا انني العتاب اللي كان بين الشوطين انه يمشي ونستعدوا المباراه المقبله افضل، لان الهزيمه واردة في كره القدم. اخر سؤال الاخوان. سجلنا سميت شكري صاحب انا شكري، سجلنا الهزيمه ديال اليوم غادي تخلي ان الفريق ولا بالكاسبي يعني يقرب لكم شيئا من حاله الانتصار. واش ما كتشوف يعني ما كتشوفش يعني هاد 4 نقاط اللي باقا، يعني يمكن ان تحاول ان تدخل اللاعبين في الشك، خصوصا انهم كانوا لاعبين في اريحيه طيله الموسم، وعاد كنقولوا ان فريق فتح الرباطي يعتاد على المرتبه الثالثه. احنا الطموح ديالنا هو نمشيو لقدام، عندنا اسفي، الوداد، بركان وحنايا، فاحنا تنتنافسوا على هذه المراكز المتقدمه. الضغط فهو كاين علينا، لان مازال مباريات، مازال غنواجهوا خصوم اللي عندهم مؤهلات، وبالتالي اليوم ما يمكن نلوموا الا نفوسنا. اليوم الا ضيعنا نقطه على الاقل فما يمكن نلوموا الا نفوسنا، لان تسجل لك هدف بهذيك الطريقه ثم انك تضيع ضربه جزاء فانت اللي ضيعتي النقاط، وبالتالي هذا دروس غنستخلصوها ان شاء الله للمباريات المقبله. تنظن ان عندنا لاعبين اللي يقدروا يعطونا الاضافه في بعض المباريات اخرى ان شاء الله. حنا تنرجعوا في اللاعبين بشويه بشويه. اليوم كان معنا السبعوني في كرسي الاحتياط، كان اجاكو غياب لمسين غيرجع المباراه المقبله، وبالتالي عندنا توازن في المراكز، ان شاء الله نمشي مزيان ان شاء الله. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.